ازيكم؟ ماما متقدم لها عريس عنده 52 سنة، وهي حجتها ان انا عشان عايشة لوحدي. خليني ابدأ معاكم الرسالة واقول لكم البنت دي بعتت رسالة وبتقول احنا بنتين وولد. بابا متوفي بقاله 10 سنين وماما عندها 50 سنة. ماما فاجئتنا كلنا ان في عريس جاي يتقدم لها، بتقول ان هو ارمل وبرضه مجوز ولاده وهي موافقة عليه. احنا كلنا اتجوزنا وكلنا بقينا في بيوتنا وهي عايشة لوحدها دلوقتي. اتحايلنا عليها كتير جدا ان هي تيجي تعيش معانا او تختار حد مننا، ولكنها رفضت. قلنا لها طب اقعدي عند كل واحد فينا حتى كل واحد يومين. قالت انا ما بستريحش غير في بيتي وانا عايزة اقعد. بعد 10 سنين من وفاة والدي لقيناها فجأة مرة واحدة بتقول لنا ان في عريس جاي يتقدم لي وانا موافقة. وحجتها ايه؟ عشان خاطر انا كنت قاعدة لوحدي وعايزة حد يونسني. كلنا طبعا ما كانش عاجبنا الوضع ده وقلنا لها بصي يا امي، لو فكرت ان انت تعملي ده احنا كلنا مش هنبقى عايزين نعرفك تاني. ولكنها مصرة. اتمنى منك ان انت تقولي والناس اللي عندك يقولوا لي ايه الطريقة اللي احنا نقول لها ان هي ما تتجوزش وتقعد زي ما هي. طيب اتمنى من حضرتك لو حضرتك اول مرة تشوفني ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد من فيديوهاتي. واتمنى برضو من حضرتك ان تقول رأيك في الكومنت في الموضوع دوت. اما بالنسبه لي انا فاحنا بالراحه كده وبكل عقل نصلي على النبي الاول صلى الله عليه وسلم. يعني بالراحه خالص. مامتك ادت رسالتها كامله على اجمل وجه. جوزتكم وما خلتكمش محتاجين اي حاجه خالص. وهي بقالها 10 سنين قاعده لوحدها. فايه المانع ان هي تعف نفسها وتعمل بشرع الله، يعني تبقى حاجه حلال. بالراحه كده، انا عارف ان اي واحد ما يحبش حد تاني يشارك امه. اي حد فينا كده ما يحبش حد تاني يكون شريك لأمه. وبالراحة وبالعقل كده، ايه المشكلة لما هي تتجوز وبرضه عشان خاطر يونسها؟ وبرضه خلينا متفقين، مفيش واحد فينا ما بيستريحش غير في بيته. حتى لو انت متجوز معاك اطفال كبير في السن صغير، محدش بيستريح غير في بيته. فهي عايزة تعمل حاجة بما يرضي الله. فانا شايف من وجهة نظري ان انتوا تروحوا تعتذروا لها على اللي انتوا عملتوه ده. ومفيش اي مشكلة، خليها تتجوز وتبوسوا ايديها وهي عملت اللي عليها وكده كتر خير. ده رأيي بمنتهى الشفافية.